اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ ازيكم يا أحلى اخوات في الكون؟ بتمنى يا رب ان انتوا تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال وراحة بال. قولوا آمين، اللهم آمين يا رب يا حبايبي. أول حاجة كده حبايبي عايزاكم تنزلوا تسيبوا لي كومنت وتصلوا فيه على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وتشجعوني بكومنت كده مشجع ليا. ربنا يا رب يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم أبدا. وأكيد بقى ما تنسونيش في اللايك والشير بقى يا حبيبي، شيروا الفيديو لكل اللي تعرفوهم عشان خاطر قناتي تتشاف وقناتي تكبر بيكم. احلى اخوات في الكون، بحبكم في الله. طبعا انا كنت بره وكنت يعني كنت تحت كاف، مش وقلت وانا جايه كده اجيب كده اكل نعمله النهارده، لان بصراحه كنت محتاره مش عارفه اعمل اكل ايه. فطبعا جبت كده قرنبيط، انا طبعا كنت جايبه قرصين قرنبيط. القرص كنت جايبه ب5 جنيه، يعني جبت الاتنين دول ب10، طبعا هما كده حلوين برضو. وبرضو قوليلي ايه رأيكم. وجبت كمان بتنجان، البتنجان الرومي جبته ب5 جنيه. وجبت كزبرة زي ما انتم ما شايفين كده، دي كزبرة ومعاها كمان بقدونس. وجبت بقى الطماطم. طماطم جميلة أوي اليومين دول، الكيلو ب5 جنيه زي ما انتم ما شايفين كده. وجبت كمان بطاطس، البطاطس دي ب5 جنيه برضه، أنا جبت 2 كيلو. مع ان انا كمان كان عندي بطاطس كتير، كنت جايبه 4 كيلو قبل يعني قبل كده. وطبعا عندي، بس انا بحب الحاجه تكون في البيت بالزياده، وخصوصا لما يكون طبعا بطاطس والقوطه والخيار والحاجات دي لازم تكون موجوده في البيت. وجبت كمان خيار. الخيار جبته الكيلو ونص ب10. وطبعًا زي ما أنتم شايفين كده، طبعًا هنبتدي بقى اليوم بتاعنا. أنا طبعًا ما كانش عندي مواعين إلا الحبّة اللي عندكم في الحوض دول، اللي عندكم إيه، اللي عندي أنا في الحوض. معلش يا جماعة ما تركزوش معايا شوية. المهم هنشيل بقى الحاجات دي، نشيل كل حاجة في مكانها عشان نعمل بقى الغدا بتاعنا، نضبّط المطبخ. طبعًا أنا الحمد لله المطبخ ما كانش فيه أي حاجة إلا المكان بس كده، طبقين مكان العشا. وطبعًا مكان الصبح طبعًا أنا فطرت بقى إيه، عملت ساندوتشات جبنة كده وبخيار، ونزلت المشوار إن أنا قُلت لكم عليه، يعني كنت أنا برّه. تمام. أول حاجة كده أنا هاشوي بقى البتنجان بتاعنا أنا باشويه كده على النار، ما باحبش أحطه في قلب يعني كده الفرن، في ناس بتعمله في قلب الفرن، لأ أنا باحطه على النار كده من فوق. باهدّي كده النار عليه وباروح حاطاه بيستوي وبيبقى جميل. بس أهم حاجة إن أنا إيه، باشقه كده من يعني كده الجناب، عشان نعمل بابا غنوج. وهنعلّق كمان على المَيّة تغلي علشان نسلق فيها القرنبيط. وطبعًا أنا كنت جايبة 2 بقى كده، قُلت إيه أجيب واحدة أعملها، والتانية هاعملها يعني إيه أفرّزها. دايمًا كده لمّا تكون الحاجة حلوة كده ورخيصة، هاتي منها وفرّزيها. يعني عشان مش تبقي عاملة حسابِك إن أنتِ تبقي معاكِ فلوس يعني بزيادة، إن أنتِ تنزلي تجيبي الحاجات تفرّزيها مرّة واحدة لأ. وأنتِ بتجيبي مثلًا كيلو مثلًا بسلة، هاتي مثلًا كمان كيلو فرّزيه، كل أمّا تنزلي تجيبي كيلو هتلاقي نفسِك جمّعتِ حبّة كده عشان خاطر رمضان. كل سنة وأنتم طيبين، اللهم بلّغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم آمين يا رب. وطبعًا أنا قُلت بقى إيه، لقيت اللي هي القرنبيطة حلوة، قُلت بقى إيه، هافرّز بقى التانية. تمام كده. أنا كده مش باسلقها أوي، يعني مش باخلّيها مسلوقة أوي، كده باطلّعها إيه، يعني فيها قرمشة كده شوية. وطبعًا هافرّزها. اللهم صل على النبي. طبعًا نقطّع بقى كده القرنبيطة زي ما أنتم ما شايفين كده. طبعًا في ناس بتحبها بقى تعملها حجم بقى صغيّر عن كده، في ناس بتكبّرها، بس بيتهيأ لي ما فيش حد بيكبّر يعني عن كده، أنا كده عاملاها كده الحجم بتاعها كده حلو. ما باحبهاش تكون رقيّقة يعني. وكل واحد طبعًا وذوقه، يعني أنتم عارفين إن الأكل دوّة أذواق، في ناس بتعملها بتبقى رقيّقة كده، لأ أنا باحبها تكون القطعة تكون محمّلة كده وبتكون طعمها حلو. إحنا هنا بقى البتنجان بتاعنا طول ما إحنا طبعًا واقفين نقلّبه إيدينا فيه كده على طول عشان خاطر ما يتحرقش مننا. وطبعًا أنا مهدية النار عليه. هنا بقى المَيّة كانت غليت، هنضيف بقى معلقة كبيرة ملح، وهنضيف نُص معلقة صغيرة كمون عشان خاطر الغازات اللي في قلب بقى في قلب القرنبيط. وهننزل بقى القرنبيط بتاعنا. هنا بقى البتنجان لمّا لقيته خلاص كده استوى فاضل له حاجات بسيطة، رُحت إيه، ناقلاهم على عين صغيّرة، لإن هي أصلًا بتكِش البتنجانة لمّا هي بتطرى، فالعين تاخد 2 جنب بعض كده، حطيتهم جنب بعض. هنا بقى هنسلق بقى القرنبيط بتاعنا، طبعًا ما تسيبوش وتروحي في أي حتة، لازم تبقي واقفة كده جنبه ما بياخدش كتير. أحلى أكل يا جماعة أكل الشتا، والله بجد أحلى كده خضار تاكليه في الشتا وتخزّنيه كمان في الشتا. أنا طبعًا كان اتسلق كده إيه، أنا طبعًا هاسلق بقى الكمية كلّها، هاوقّف الكاميرا وبعدين هنروح بقى إيه، هنغسل بقى المواعين اللي كانت في قلب الحوض دي عشان خاطر عايزة أفضّي الحوض.
آآ عشان نشوف هنعمل إيه تاني. يالّا يا حبايبي اللي وصل معايا لحد هنا أتمنى كده يحط لي اللايك ويسيب لي كده كومنت حلو ويصلّي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ولو ما عملتيش اشتراك بقى يالّا انزلي حالًا اشتركي في القناة، واتأكدي إن أنتِ مفعّلة زر الجرس على علامة الكل عشان كل ما انزّل حاجة جديدة ييجي لكم مني إشعار، وشرف ليّا متابعتكم ليّا. عايزة أقول لكم كمان ما تنسونيش بقى في اللايك، اللايك يا جماعة اللي بيدعم الفيديو، ما تبخلوش عليّا، لإني والله بجد أنا باتعب في تصوير فيديوهات ومونتاج وأقف كتير على رجلي والله وأصوّر وكده، فأنتم يعني اللايك ده يعني ولا بفلوس ولا أي حاجة، فعايزاكم تشجعوني كده لإن الأيام دي أنا محتاجة تشجيعكم جدًا، جدًا. هنا بقى الخضرة بتاعتنا، الخضرة جميلة جدًا اليومين دول، زي ما أنا ما قُلت لكم كده خضار الشتا حلو، بننقيها بقى كويس كده عشان خاطر نروح بقى إيه هنغسلها. أنا طبعًا هنا باضبّط كده كلّه على بقى الرخام عشان كان الحوض زي ما قُلت لكم لسه فيه حبّة المواعين، هنرُص بقى المواعين دي في مكانها كده، وهنغسل حبّة المواعين اللي في الحوض هم مش كتير خالص يعني، بُصّوا كام طبق، حاجات بسيطة خالص يعني، كام طبق مكان كده عشا بالليل كان عشا خفيف، وبرضه الصبح كده فطار خفيف كده. يالّا يا حبايبي صلّوا بينا على النبي وشجعوني، محتاجة تشجيعكم جدًا، جدًا. أتمنى تتفاعلوا كده على الفيديوهات اللي في قلب القناة، يعني اتفرجوا على كام فيديو ليّا، واتعرفوا عليّا كمان، وكمان فضلًا منكم ما تخطوش كده الإعلانات، عشان خاطر ينزل لي كده أرباح على يعني القناة، وإن شاء الله ربنا يكرمنا كلنا، وربنا يرزقنا، ربنا يرزقني ويرزقكم ويرزقنا جميعًا يا رب. إحنا بقى نغسل بقى المواعين عشان خاطر إيه، نخلّص بقى القرنبيط النهارده بتاعنا بقى، لازم نبقى واقفين رايقين كده في قلب المطبخ. عايزة أقول لكم إن الحوض ده ما بيفضاش مواعين خالص والله العظيم بجد، لو غسلت المواعين حتى بالليل تقوم الصبح تلاقي مواعين، ما تعرفيش يا جماعة المواعين دي بتيجي يا جماعة منين. أنا سايباكم كده شوية كده مع المواعين، بصراحة لإني صراحة زوري واجعني ومش قادرة أتكلم تاني، فأنا باريّح كده شوية، مش عارفة زوري واجعني اليومين دول ليه، حاسة يعني كان عندي برضه ومشي ولسه زوري مجروح كده مش عارفة، عمّالة أشرب حاجات دافية مش محوّق فيّا، ربنا يشفي كل مريض يا رب. إحنا بقى نغسل فاضل بس الحلة دي، يالّا يا حاجة خلّصي يالّا، الحلة دي بقى لازم بقى تتغسل الصابونة، الصابونة عارفين طبعًا الناس اللي متابعينّي، الصابونة اللي دي بقى اللي أنا باغسل بيها الحلل عندي، الفوطة برضه لازم باغسلها كده عشان خاطر تبقى نضيفة على طول، دايمًا الفوط عندي تبقى نضيفة كده بسبب بالصابونة دي، نلمّع بقى كده الألمونيا بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله، يالّا يا حاجة خلّصي الحلة دي يالّا، الليفة كمان كانت دهنِنِت كده قُلت أغسلها برضه الصابونة كده، أرغي فيها الصابونة وباسيبها شوية بترجع الليفة كإنِّك جايباها جديدة، والحلة دي هتشوفوها دلوقتي هتبرق معانا، هتبرق، ده عشان الصابونة اللي أنا باغسل بيها دي يا جماعة، الصابونة الsunlight كل فيديو أقول لكم كده، أتمنى يا رب لو أفيدكم ولو بمعلومة صغيرة كده تشجعوني كده وتدعموني، إن شاء الله قناتي تكبر بيكم، إن شاء الله، والله بجد أنا مش بابخل عليكم بأي حاجة. فأنتم ما تبخلوش عليَّ باللايك ولا بأي حاجة يا جماعة. إحنا هنا دلوقتي الخضرة بقى بتاعتنا هناخدها أروح ناقعاها، واحط فيها حبة خل كده وباسيبها تتنقع يعني ما فيش 5 دقايق مش كتير مش أكتر، ما تسيبوش الخضرة كتير في قلب المَيّة عشان خاطر الورق بتاعها بيغمق يعني، تمام؟ إحنا كده هنسيب بقى الخضرة شوية بعدين هنرجع إيه هنغسلها. وإحنا هنا بقى هنعمل عجينة القرنبيط، جِبت أنا 3 طماطميات صغيّرين كده، هُم كانوا صغيّرين، أنتِ ممكن تحطّي 2 عادي، أنا هنا ضِفت بقى مَيّة، في ناس بتعملها بلبن يا جماعة، بس أنا بصراحة ما باعملهاش بلبن خالص، أنا باعملها بمَيّة تمام، هاخدهم أضربهم في قلب الخلاط كده، كنت طبعًا مجهّزة 4 فصوص توم، وادقّاهم في قلب كده في قلب الهون اللي قدّامكم ده، وإيه تاني، ومجهّزة بقى البيض، مجهّزة 5 بيضات، وهننزل بقى بالبيض بتاعنا على على المَيّة والطماطم، عايزة أقول لكم أنا ممكن أضربهم أحطّهم في طبق وأضربهم كده يعني كده المضرب يدوي، بس أنا لأ، في قلب الخلاط كده أسهل على طول.
تمام كده، تمام كده. ضيف بقى التوم بتاعنا، طبعًا أنا دقّاه ومعاه حبّة دُقّة، الدُقّة اللي هي المشكّلة، بس أنا طبعًا زوّدت برضه، حطّيت معلقة كبيرة برضه دُقّة، لإني لقيت الدُقّة قليّلة في قلب التوم، يعني أنا مش حاطّة كتير، يا دوبك أنا كنت حاطّة عشان أدُق التوم بس. هناخدهم برضه في قلب الخلاط كده، ومجهّزين كده كمان الدقيق بقى بتاعنا، ده كده الخليط بتاعنا. في ناس زي ما أنا قُلت لكم بيعملوها بلبن، أنا مش باعملها بلبن، أنا باعملها بمَيّة عادي يعني، وكل واحد على حسب ما هو اتعوّد بقى. وهنضيف بقى ضِفت 4 معالق كبار دقيق أو 5 يعني، المعلقة دي كبيرة يا جماعة. وضِفت كيس baking powder دوّة طبعًا كيك شيف يعني عادي برضه يمشي، هو وbaking powder واحد، ولاد عم والنبي. طبعًا باحاول أخلط الدقيق كده عشان خاطر إيه، يتضرب في الخلاط يعني. وضِفت كمان 3 معالق نشا، 3 معالق كبار على فكرة، وأنا المفروض كنت أحط هنا معلقة صغيرة كاري ومعلقة صغيرة كركم، بس ما لقيتش عندي كاري ما لقيتش عندي كركم قصدي. الكركم بيدّي له لون كده دهبي كده يا جماعة وحلو، وبرضه هنا حطيت معلقة صغيرة كاري برضه ادّاني نفس النتيجة برضه، خلّى برضه القطعة معايا لونها دهبي وحلو. اتعلموا معايا بقى يا بنات، وإحنا هنا بقى دلوقتي كده أمسح بقى الماتور بتاع الخلاط عشان أشيله مكانه، دايمًا كده إيدينا في قلب الحاجة على طول، مش نركن الحاجة وهي بقى تكون وسخة ولا تكون فيها حاجة، لأ أول بأول كده وإحنا واقفين، خلصنا الحاجة نشيلها، حاجة اتبهدلت نغسلها نشيلها، يبقى كده كل حاجة رايقة. آدي الخليط بقى بتاعنا، بسم الله ما شاء الله، كده ناقص له إيه بقى، ناقص له بقى الخضرة بتاعتنا ما بنحطش اللهم صل على النبي، بنحط عليه كزبرة وبقدونس بس، ما تحطيش شبت، لإن الشبت بيخلّيه يشرب زيت. آه، عملت كده حبة كده حلوين عليهم كده، وهنا كنا معلقين على الزيت بقى، الزيت بتاعنا هيسخن كده أدي كده القرنبيط بتاعنا هنروح بقى نقليه. إن شاء الله المكونات بتاعتنا يا جماعة هانزّلها لكم في صندوق الوصف، عشان لأي حد ما يعرفش يعمل قرنبيط ولا حاجة، طبعًا كلّكم شطّار وكلّكم أساتذة، حبايب قلبي كلّهم، عايزة أقول لكم شاطرين، إحنا يعني عايزة أقول لكم إن أنا مش باعلّمكم حاجة، أنا طبعًا دي حياتي وأنتم أكيد أشطر منّي كمان، أنا بس بقى إيه، فيديوهات يا جماعة وطبعًا ده شغل، فعايزاكم تشجعوني بقى، وطبعًا أنا باحبكم كتير، وعايزة أقول لكم إن إحنا بنتعلّم من بعض. إحنا هنا بقى كده إيه، هنقليه زي ما أنتم ما شايفين كده، على بقى ما نقلي القرنبيط بتاعنا، أنا كنت باحط طبعًا الطاسة وإيه، رُحت على الحوض كده حبّة المواعين دول هاسيبهم كده؟ لأ طبعًا، لإن دول طبعًا شايفاهم حبّة صغيّرين، كمان شوية هيبقوا حبّة حلوين محترمين بعد كده يعني الغدا، لأ أنا هاغسلهم دلوقتي أول بأول عشان ما يبقاش في مواعين، أخرج من المطبخ كده وأنا حاسة إن أنا مرتاحة والدنيا رايقة، ما يبقاش الدنيا مكركبة عليَّ، لإن المواعين دي بتتكاثر في قلب الحوض، يعني لو سِبتِ طبقين خرجتِ، سِبتِ المطبخ ودخلتِ هتلاقيهم هرم، لأ على إيه، أول بأول كده اغسلي كده أحسن، عشان ما نرجعش نقول المواعين والمواعين ما بتخلصش ليه، ما أنتِ لو إيديكِ فيها على طول يا أختي المواعين يا أختي هتخلص، والّا إيه يا جماعة؟ أدي زي ما أنتم ما شايفين كده وخلّصنا المواعين والحوض بتاعنا قشطة، ما فيهوش أي حاجة. إيه ده! ده كان في البتنجان، ده أنا يا أختي تصدقي يا أختي نسيتهم والنبي، البتنجان بتاعنا بقى لمّا كان استوى كده هو أصلًا كان بارد يعني، هو المفروض إن أنا كنت باخده سخن كده وتحت كده المَيّة وأنا ماسكاه كده كنت باتلسوع يعني، بس دلوقتي كده خلاص هو بِرِد، عملته في ثواني، طبعًا باحط كده يعني كده المصفى دي عشان الحاجات السودا دي القشر بتاعه ما يسدش بقى الحوض بتاعنا، والحوض بتاعنا أنا غاسلاه ومنضفاه. تمام، اتعلموا بقى كده يا بنات منّي، طبعًا أمهاتنا إحنا متعلمين منّهم كل حاجة، ربنا يا رب يديكم الصحة يا رب، طبعًا إحنا بنعلّم البنات اللي لسه طالعين بقى دول، اللي زي بناتي كده. إحنا بقى دلوقتي كده إيه، البتنجان بتاعنا زي ما أنتم شايفين كده، رُحت إيه شاطفاه شطفة كده حلوة تحت الحوض كده، عشان خاطر يبقى أبيض كده وفُلّة شامعة منوّرة زي ما أنتم ما شايفين، وهننزل بقى عليهم بكام فص توم كده دقّاهم برضه في قلب الهون، وحاطة معاهم حبة دُقّة، تمام كده، الدُقّة المشكّلة يا جماعة، الدُقّة المشكّلة كل حاجة، ملح، فلفل، كمون، كزبرة، كِيّوبة صيني، شطة، كل الحاجات دي كلّها يعني، ونزلت بقى على ال البتنجان بتاعنا بقى، بابا غنوج ده، نزلت عليه بقى بليمونة
ونزلت بحبة خل بس مش عارفة ليه الكاميرا كانت وقفت والّا إيه، المهم نزلت عليه بقى بليمونة، طحينة، زيت، وضبّطتها كده ورشيت عليها حبة كده بقدونس، وده كان الغدا بتاعنا النهارده، واتفضلوا معانا يا حبايبي بقى وبألف هنا وشفا، عايزة أقول لكم أحلى أكلة، وأنا هنا باقول لكم حطيتوا اللايك والّا لسه؟ يالّا انزلي حطي لي اللايك واشتركي في القناة وفعّلي زر الجرس، وانتظروني بكرة في فيديو جديد وروتين جديد من قناتي.